السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو بلا ترتيب، بلا مونتاج، بلا سابق إعداد، ولكن بسبب الترند اللي طالع النهاردة، وأنا والله لا أحب إن أنا أتبع الترندات، ولكن هو موضوع بيجيلي كل لما الترند ده يحصل، وهو إن حد يقتل نفسه أو ينتحر وكده. المشكلة إن لما ده بيحصل أنا بتأثر بيه جامد. انا في عادتي لما بحب اسكرول في اللاشيء وان انا اضيع وقتي شوية مثلا، او احاول ان انا مثلا بذاكر او حاجة زي كده وعاوز ارتاح شوية، بفتح يوتيوب، لان يوتيوب راجل محترم بيحترم خصوصيتك في ان انت مثلا ما يجيبلكش محتوى خارج على اللي انت مثلا بتسمعه كده. ولكن يشاء القدر ان انا المرة دي لما بسكرول عملت كده على على الفيسبوك، فشفت الحدث وللأسف أثر فيا جامد. اللي عاوز أتكلم فيه إن هو الموضوع اللي هو مش عارف ازاي ممكن واحد تهون عليه نفسه. ايه الأسباب اللي تخلي واحد يعمل في نفسه كده؟ ايه الشعور اللي كان بيحس بيه؟ ايه اللي هو بيجيلي في دماغي كام تساؤل كده، اللي هو أنا لو بعدت عن ربنا هوصل للموضوع ده؟ البعد عن ربنا فعلا ممكن يقتل الواحد. يعني اللي هو بخاف أوي إن أنا ممكن أبعد عن ربنا بعد يخليني أعمل في نفسي كده. بخاف إن أنا ممكن يجيلي شعور أو إحساس أو حاجة زي كده تخليني أعمل كده. بدور كده، بتلف في دماغي حسن الخاتمة، خاتمتي هتبقى عاملة إزاي؟ طب أنا أعمالي دلوقتي هتوديني فين بعد كده؟ اللي هو اللي هو إيه، يا رب ارحمني، يا رب خليك معايا، يا رب يا رب يا رب. انا مش عارف ايه اللي ممكن يحصل لي لو بعدت عني يا رب. بس برضو على الصعيد الاخر باجي اشوف ان ربنا عز وجل شدد على الموضوع ده في القرآن. قال الله عز وجل قال: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ان ربنا رحيم بينا، ربنا بيحبنا، ربنا عارف ان اللي احنا فيه ولا يحملنا ما لا نطيق. تمام. قال عز وجل في كتابه في سورة البقرة، اللي هو في آية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فبشوف إن ممكن لو إنسان جاله ضغط، جاله هم، جاله حزن أو حاجات زي كده، اللي هو إيه، أنت مش هتخش الجنة غير بالضغط ده. أنت بأعمالك وبصلاتك وبصيامك وبقربك من ربنا ده كله ما يدخلكش الجنة. فالله عز وجل أتى بهذا الهم والغم والاكتئاب علشان يزيح من عنك السيئات والخطايا وتخش الجنة وقلبك يبقى نضيف. بشوفه من ناحية تانية، اللي هو إيه، اللي هو ربنا قال لنا محدش يعمل كده، واللي هيعمل كده ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. اللي هو انت هتقتل نفسك، فخلاص بقى خد الجزاء. فاهم ازاي؟ وده طبعا يندرج تحت المشيئة ان الله عز وجل يغفر له او يعذبه. تمام. لانه طالما في اختلاف ما بين العلماء في قتل النفس، هل هو كفر ولا فعل عظيم فمش هنتطرق للحتة دي خالص. تمام. وجالي برضه بيجي برضه في الشعور ده، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. فاللي هو هو أنا لو جيت وقتلت نفسي بسكينة مثلا، هل كل شوية هاجي يوم القيامة أتعذب بنفس الفعلة دي؟ فهي بتبقى عظيمة وتبقى تقيلة على النفس. بتبقى اللي هو اللي هو ربنا يا رب، ربنا يثبتنا فعلا على الدين، وربنا يحسن ختامنا، ربنا يكون معانا دايما ولا يتركنا إلى أنفسنا طرفة عين. لأن لو ربنا سابنا لنفسنا والله هنهلك هلاك عظيم. عارف إن الكلام مش مترتب، عارف إن الكلام فيه تلعثم كتير،
ولكن اعذرني يعني. تمام. فده الموضوع كله، ده اللي انا شفته، ده اللي انا بحسه مع كل فعل من دوت. بحاول بقدر الامكان ابعد عن السوشيال ميديا خالص، وان كان فيه فهو اليوتيوب اللي بقضي عليه وقتي، الوقت الفراغ بتاعي يعني. لان هو اليوتيوب عارف ان انا بتفرج على الحته دي، فبيجيب لي عليها بقى، بيحوم حواليه. نادر لو جيب لي حاجه بره الكلام ده. وكل التطبيقات، عارف ان كل التطبيقات فيها بلاوي سودا، بس في فرق ما بين تبقى انت بتبحث عن البلوه دي وهي تجيلك كده. فالفيسبوك والتيك توك بيجيبوا لك البلوه لحد عندك. تمام. ما اعرفش الكلام ده ممكن يفيد حد ولا لا. حاولت انقل شعور يعني ايه اللي انا بحسه مع كل فعلة من ديت. وعلى فكرة كمان برضو، في شباب كتيرة قوي 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 ربنا هداهم. كنت بصلي تهجد مرة في رمضان اللي فات ده اهو، فالجامع ما شاء الله جامع زحمة قوي. هو على طول الجامع ده زحمة، الشيخ اللي فيه كويس، فالراجل صاحبه يعني ربنا يبارك فيه فتح في العمارة اللي جنبه كمان جامع كمان يعني، فالجامعين بقوا ملانين على خيرهم. اللي بيسر قلبي وبحبه قوي ان انا ببص حواليا لقيت يعني يجي تلات ارباع الموجودين شباب. بفرح قوي ان الشباب وصلت، بفرح قوي ان كلامنا بيوصل. مش شرط انا يعني زي ما تقول طفل رضيع في هذا المجال يعني، ولكن بفرح ان كلام الشيوخ وصل، ان الشباب بدأت تفوق. ولكن على الصعيد الاخر في ناس ياما اول لسه بعيد. فيا رب اللي بعيد ده يقرب، لان هو ما عادش وقت اصلا، واحنا بقينا على حافة الطريق. ويا رب يكن معانا ويحسن ختامنا ويرحم من مات منا، ويغفر ويرحم للناس اللي قتلت نفسها ديت. واللي هو يعني ايه، الله يكن معنا ولا يتركنا يا رب، يا رب يا رب. وشكرا على استماعكم ليا، مع ان الكلام مش مترتب. فشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.